الراجل كل يوم يرجع من شغله يفتح باب شقته يلاقي مراته واقفة في المطبخ، هدومها مبهدلة، شعرها مربوط بإشارب، شكلها مرهق. يبص لها ويقول في نفسه: ياه، ليه مراتي مش زي الممثلات اللي بشوفهم في التلفزيون؟ ليه مش زي بطلات الإعلانات؟ أنا حظي وحش دايما. بس خلونا نشوف الصورة التانية. الست دي بتصحى من الفجر، بتحضر سندوتشات العيال وتجهزهم للمدرسة، تلبسهم وتسرح لهم شعرهم، تجري تحضر فطار جوزها قبل ما يخرج على شغله. هو يخرج وهي تبدأ معركة يوم جديد، تنظف البيت، تكنس وتمسح، تغسل هدوم وتغسل مواعين، تنزل السوق تلف وتفاصل علشان تجيب الخضار والفاكهة بأرخص سعر علشان المصروف يكفي لآخر الشهر. ترجع تجري على المطبخ تعمل الغدا. أول ما العيال وجوزها يرجعوا يتغدوا، هي تشيل الأطباق وتغسل المواعين وتعمل الشاي، وبعد كده تقعد تذاكر للعيال، وبعدين تحضر العشاء وتغسل المواعين تاني، وفي الآخر تنام وهي مهدودة علشان تقدر تكمل بكرة نفس الموال. طب تعال نبص على اللي هو عينه عليهم، الممثلات والفنانات، وراهم جيش بيخدمهم، شغالات تنظف وتطبخ، سواق يوصلهم، ناني تربي عيالهم، بيروحوا جيم وساونا ومساج، ويسافروا يغيروا جو، ومشتركين في أكبر أندية علشان يرفعوا عن نفسهم. وقبل ما يقفوا قدام الكاميرا بساعتين كاملين، في 20 واحد شغالين عليهم، مكياج وشعر وإضاءة ولبس، علشان مشهد هيظهر دقيقة واحدة على الشاشة. والنتيجة الراجل بينبهر بجمالهم ويبص لمراته على إنها مهملة وأقل منهم، مع إن الحقيقة إنها أقوى وأعظم منهم بكتير. اللي في بيته دي مش ست عادية، دي بطلة حقيقية شايلة على كتافها بيت وأسرة كاملة، بس للأسف محدش حاسس بيها.